السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم. رمضان خلاص. مفيش أسرع منه. النهاردة 19 رمضان، ما شاء الله الأيام جريت بينا من غير ما نحس. ربنا يتقبل منا يا رب. النهاردة إن شاء الله هنعمل معاكم محشي. ناس كتير بتحب المحشي بقى في رمضان، خصوصا أول يوم وبعد كده كمان. طول شهر رمضان بنحب نعمله كده، ندخله في أكلاتنا، بيكون جميل خالص. أنا هعمل معاكم إن شاء الله محشي كرنب وخس وكوسة وبتنجان بإذن الله. كده هعمله معاكم بطريقة بسيطة كده، تشجيع ليكم، علشان إن شاء الله إن حبيتوا إن انتوا تعملوه يكون الموضوع سهل عليكم. هو مش عايز شرح. الستات المصرية كلها بتعمله، بس يعني تشجيع زي ما بنقول كده، ايه، اشجعكم عليه ان شاء الله. انا الاول بعمل التخديعه، بقلي بصله كده، بحط بصله في معلقتين سمنه وشويه زيت وبحمرهم لحد لما ياخدوا لون. اضيف عصير الطماطم، واضيف البهارات، ملح وفلفل اسود وشويه كمون وشويه كزبره وشويه بابريكا، مكعب مرقه. اسيبهم يتسبكوا في بعض. بكون انا بقى مجهزه الحاجه عندي، مقوره الكوسه والبتنجان، وعندي ورق الكرنب ده كنت مفرزه في الفريزر، وكمان بسلق ورق الخس كده سلقه خفيفه خالص. بعد كده بكون مخرطه الخضار بقى. اول ما التخديعه تتسبك انزل بالخضار على الرز المغسول والمتصفي، واضيف عليه التخديعه اللي انا ضفتها، اظبطه وابدا ان انا احشي بقى بالشكل ده. انا المره دي هعمله بطريقه سهله. انا كنت عاملاه معاكم قبل كده، كنت حاشيه كل حاجه لوحديها وبطريقه معينه. النهارده بقى عشان رمضان وقفته والتعب بتاعه، فانا هحشي الكوسه والبتنجان في حله واحده، زي ما انتم شايفين كده. بحب اعمل في الحله الاستانلس دي، بتكون سريعه التسويه، وكمان بتكون جميله قوي، انا برتاح فيها بصراحه. بس هي عايزه نار هاديه. المشكله بالنسبه للحله الاستانلس ان انت يعني الحاجه تفور كده، تاخد فور على النار، وبعد كده تهديها خالص، ما تخليش مستوى النار يكون اعلى من الحله، علشان مش تشيط معاكي الحاجه. انا كده حشيت الكوسه والبتنجان ما شاء الله في حله واحده، وهسويهم مع بعض معاكم. هبدأ بقى في ورق الكرنب. انا بحب اعمل فرشة كده في الحلة من تحت بورق الكرنب، او ممكن تقطع حلقات بصل برضو، بتكون جميلة خالص. وببدأ برضو بالورق الاخضر كده، احط شوية من الخلطة في وسط الورقة والف كده بالشكل ده. بحب اوي الف ورق الكرنب، بحب يعني سريعة فيه وبينجز معاه بسرعة. بعكس ورق العنب بغلبني شوية، برضو سريعة فيه، بس انا بحب لف ورق الكرنب اوي. مفيش اسهل ولا اسرع من كده. بحط الاول الورق الاخضر، وبعد كده بحط بقى الابيض، وبنوع شويه ورق خاص وشويه ورق كرنب لحد لما الكميه بتاعته كلها بتخلص. وعلى قد ما اقدر بحاول ان انا احط كميه الرز مناسبه لكميه المحشي اللي عندي، عشان ما يبقاش مني رز. زي ما انتوا عارفين بقى، الرز بقى غالي خالص اليومين دول، من 25 ل 30 جنيه، فمش فحرام ان احنا نعمل رز زياده ونكب. طب لو حصل وفضل مننا شويه رز كده زياده، ممكن نسويهم لوحديهم، وممكن ان احنا نحطهم في كيس كده او في علبه ونشيلهم في الفريزر، في مكان ما يكونش عرضا هو مؤقت، لان هو ممكن يتهري بسرعه. فبتحطيه في مكان كده يكون بعيد شويه عن حركه الفريزر يعني، او حركه ايدك في الفريزر، علشان ما يتهريش منك. وبعد كده بتستخدميه، بتسيبيه لما يفك خالص، وبتضيفيه على الحشوه اللي انت، او الخلطه اللي انت بتكوني محضراها للحشو، للمحشي يعني. بعد كده يعني كنوع من التوفير. بس هو الاحسن ان انت تحبي ان انت تعملي الخلطه بتاعتك على قد كميه المحشي، عشان مش ما يبقاش منك. هنا انا بعمل ورق الخس بقى، هخلطه كده في ورق الكرنب بالتبادل كده، شويه كده وشويه كده. ورقه الخس دي ورقه العنب بالظبط، بتعامل معاها زي ورقه العنب. بخلي الناحيه اللي فيها العروق دي لجوه شويه، وابدا ان انا المه كده من الجنبين، والف الصباع بطريقه تكون محكمه شويه، لحد لما اخلص الكميه اللي عنده كلها. بيكون جميل بقى في رمضان، خصوصا بقى لو جنب لحمه كده، وجنب بط، جنب فراخ، على اي حاجه. المهم ان هو يكون الشوربه بتاعته تكون شوربه لحوم، يكون افضل. هنا انا خلصت الكميه كلها. بوريكم ان كميه الرز اللي انا عملتها سبحان الله طلعت على قد الخضار، على قد الكرنب، الورق الكرنب والخس، يعني بقى حاجه بسيطه خالص. المهم ان انا ما بيبقاش معايا رز. وكون الرصه بقى متساويه بالشكل ده كده، هاخدهم بقى على النار. انا عندي هنا الشوربه، ضفت ليها شويه من التخديعه اللي انا كنت شايلاها على جنب. وبحط كمان على وش المحشي شويه من التخديعه. في لقطه بقى فاتت مني هنا، ان انا سقيت الشوربه على طول. انا كنت مصوره وانا بحط الشوربه عشان اوريكم المقدار، بس مش عارفه اللقطه دي راحت فين.
بس هو انا بسقي بقى الشوربه بالنسبه للبتنجان والكوسه، بخلي المقدار بتاعها لحد تلتين الكوسيه كده او البتنجانيه من الشوربه لحد لما يغلي، وبعد كده بهدي عليه النار خالص واسيبه بقى يستوي على نار هاديه. وبالنسبه بقى لورق الكرنب والخس، بسقي الشوربه لحد الرصه قبل الاخيره يعني بخلي الشوربه لحد الرصه اللي قبل الاخيره بالظبط، برضو نفس الوضع. اول ما يغلي اهدي عليه النار خالص، خصوصا لو انا بعمل في حله الاستانلس اخلي الشعله اصغر من القعر بتاع الحله عشان ما يشيطش معايا. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله استوى، ما بياخدش كتير على النار، حوالي نص ساعه بالكتير على نار هاديه. هنا بقدم بقى الكوسه والبتنجان مع بعض، ومعايا ورق الكرنب هوريهولكم دلوقتي ازاي مفرول كده وجميل خالص. هنزله كده من الحله مباشره من غير اي ميه ومن غير اي حاجه خالص. اتمنى بقى ان الفيديو يكون عجبكم، يا ريت بقى لو عجبكم تدعوني باللايك والسبسكرايب، وكل سنه وانتم طيبين. رمضان كريم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.